السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان وفانتسي الدوري الإنجليزي والجولة رقم 16، الجولة الأخيرة قبل التوقف طبعا بسبب المونديال كأس العالم إن شاء الله اللي هيبدأ يوم 20 نوفمبر. نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية أتمنى من كل اللي وصل الفيديو يعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو لسه ما اشتركش في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا ان شاء الله اول باول. اللايك هو وسيله دعمك الوحيده لينا على اليوتيوب، هي اللي بتخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. ان شاء الله ما تبخلش علينا باللايك. ويلا بقى نبدا في الحديث عن طبعا ختام الجوله او ختام الجولات اللي هي الجوله رقم 16 قبل كاس العالم. الجوله دي يا جماعه مهمه لاسباب كتير، واسباب عديده. السبب الاول انك بالبلدي خلاص الجوله الختاميه لازم ان انت تنهي طبعا قبل توقف هيدوم لحوالي شهر تقريبا او اكتر. عايزين ننهي بشكل كويس، تجيب نقاط كويسه في الجوله ال 16، تنهي بشكل كويس، الرانك بتاعك تعليه شويه بقدر الامكان. دي اهميه. الاهميه الاهم بقى انها اول جوله هيبدا فيها الكاس بتاع الفانتسي الاوفرول كاب. طبعا كلنا عرفنا الخصم بتاعنا مين، يعني كل واحد عرف الخصم بتاعه مين من آل بلد وشاف تشكيلته وعرف مثلا الرانك بتاعه قد ايه، طب بيعتمد على مين، بيلعب ازاي، بيكابتن مين في الجولات الاخيره بالنسبه له. فكله شاف الخصم بتاعه. لازم تبدا انت التكتيك كده وتظبط الدنيا بالنسبه لك انت، يعني عشان تواجهه وعشان يعني تكون تشكيلتك افضل منه ان شاء الله باذن الله. وطبعا يعني اكيد كل اللي بيتفرج على الحلقه متاهل للكاس يا جماعه. الفانتسي 10 مليون وشويه اللي بيلعبوا الفانتسي على مستوى العالم، اتاهل منهم 8 مليون ونص تقريبا او 8 مليون وشويه، يعني اكيد انت متاهل للكاس ده يعني شيء مفروغ منه. طيب فدي اهميه الجوله، فجوله مهمه جدا. ومن المنطلق ده وانا بتكلم يا جماعه بالنسبه للتغييرات، بلاش تعمل تغييرات بالسالب، لان اي تغيير بالسالب هتعمله سواء سالب 4 سالب 8 او اكتر من كده، اي تغييرات هتعملها بالسالب هتتخصم من النقاط بتاعتك على مستوى الجوله، وممكن تخليك تخرج من الكاس بسبب التغييرات اللي بالسالب. فانت عندك تغيير واحد اعمله، عندك تغييرين مجانيين لو انت محوش تغيير اعملهم وشكرا على كده. بالنسبه لاخواتنا وحبايبنا اللي مخزنين الوايلد كارد، يا جماعه انتوا سايبينها ليه؟ ناس بتسالني والله لحد امبارح اعمل وايلد كارد، ايوه طبعا اعمل الوايلد كارد. خلاص انت الجوله ال 16 اخر جوله قبل كاس العالم. بعد كاس العالم يا جماعه عشان اللي ما يعرفش في وايلد كارد مجاني. بعد كاس العالم على طول هيكون كلنا عندنا وايلد كارد، او جوله كده او عدد من الايام عندنا unlimited ترانسفيرز، عندنا تغييرات غير محدوده وايلد كارد. فلو ما استخدمتهوش دلوقتي تستخدمه امتى؟ لازم تستخدمه طبعا. ولكن برضه عشان جالي تساؤلات بالنسبه لاستخدام باقي الخواص، الفري هيت، البنش بوست، التريبل كابتن، وجهه نظري الشخصيه بلاش تستخدم اي حاجه من التشيبس دي في الجوله دي. سيب الخواص دي هتلاقيها او هتلاقي لها استخدام بالنسبه للجولات اللي جايه خصوصا في الدور الثاني. يعني مثلا في جولات الدبل جيم ويك هتستخدم فيها مثلا الفري هيت، تستخدم فيها البنش بوست، تستخدم فيها تريبل كابتن. في كمان يعني هتصادفنا جولات فيها فرق بتبلانك مش موجوده او مش تلعب في الجولات دي، هنا ممكن تعمل الفري هيت لو عندك مثلا اكتر من لاعب في الحاله دي مش هيلعب. فيا جماعه حافظوا على الخواص بتاعتكم، ما تستعجلوش عليها. اهم حاجه زي ما قلنا محدش يعمل تغييرات بالسالب، اعمل تشكيلتك ظبطها بشكل كويس، استعد لخصمك بشكل كويس في الكاس عشان ان شاء الله تنهي قبل كاس العالم انك تعلي الرانك بتاعك، وكمان تتاهل من الجوله الاولى ان شاء الله للجوله الثانيه في الكاس قبل ما نسيب الفانتسي بتاع البريمير ليج ونروح بقى لمتعه كاس العالم على طول. طبعا الاختيارات عندنا في الجوله دي كويسه جدا على مستوى طبعا جميع المراكز، الدفاع، الهجوم، خط الوسط، وكمان حراسه المرمى. فبلاش يا جماعه الدبل في الدفاع، بلاش. يعني عندنا الاختيارات كتيره جدا في الدفاع، هنقول طبعا كل الكلام ده وهقول لكم بعد شويه افضل تشكيله للجوله ال 16 من وجهه نظري، مش تشكيلتي الشخصيه ولكن من وجهه نظري هي افضل تشكيله وافضل 11 لاعب للجوله رقم 16. فدي كلها كده نصايح وحاجات لازم تحطها في ودانك او تحطها في دماغك وتكون واخد بالك منها وانت بتعمل تشكيلتك وتستعد للجوله ال 16. كمان ناس سالوني عن كانسيلو يا جماعه هيلعب بشكل طبيعي جدا. كانسيلو اتوقف مباراه واحده، هي مباراه كاس الرابطه امام تشيلسي اللي هتتلعب يوم الاربع، ومباراه
فريق برنتفورد اللي هتتلعب مانشستر سيتي امام برنتفورد يوم السبت في افتتاحيه الجوله رقم 16 هيكون متاح بشكل طبيعي كانسيلو انه يلعب المباراه، مفيش اي مشكله. بالنسبه لهالاند، الناس اللي سالتنا برضو منطقيا وواقعيا وعلميا وكل حاجه فيها ايا، هالاند المفروض انه يكون متواجد في التشكيل الاساسي لاكثر من سبب. ليه؟ هالاند راجع من فتره غياب، لعب بعض او جزء من مباراه فريق فولهام وسجل هدف، وكمان سجل هدف تاني واتلغى. الراجل راجع بشكل كويس، قبل منها كان قاعد مباراتين او ثلاثه ما بيلعبش. وكمان هالاند ما عندوش اي مشكله ان مثلا هيبقى لاعب خايف على رجله ويخاف من اي اصابه تاني او تجدد الاصابه عشان كاس العالم. هو اصلا ما راحش كاس العالم، النرويج منتخب بلاده ما تاهلش لكاس العالم، وبالتالي هالاند يعني من الطبيعي انه يكون متواجد في التشكيله الاساسيه. ومن الطبيعي كمان ان انت لو هتفكر فيه ككابتن، ده يعني شيء طبيعي جدا في مباراه امام برنتفورد متوقع فيها ان طبعا هالاند في حاله مشاركته من بدايه المباراه انه يتالق يعني كالمعتاد زي ما هو معودنا دايما. بالنسبه لمباريات كاس الرابطه هتتلعب يوم الاربعاء ويوم الخميس، فهي بينها وبين مباراه الجوله 16 فتره زمنيه قليله، بينها وبينها هتبقى الجمعه وهيلعبوا يوم السبت. من واقع خبرتي الشخصيه انا بصور قبل طبعا مباريات كاس الرابطه، من واقع خبرتي الشخصيه طبعا في متابعتي للدوري الانجليزي في اخر 3 4 سنين، المدربين كلهم بيعملوا ايه لما بيكون الفتره الزمنيه قليله وعندهم ماتشات كاس وماتشات دوري؟ بيلعبوا ماتشات الكاس بالتشكيله الاحتياطيه، عفوا بيحط التشكيل الاحتياطي بتاعه. ممكن يحط في التشكيل بتاعه مثلا لاعب او اتنين من اللاعبين الاساسيين، والباقي بيكون على الدكه. بيدي مثلا بعض اللاعبين بقى نص ساعه، تلت ساعه، ربع ساعه، على حسب احتياجه لطبعا اللاعبين او حسب سير المباراه في مباريات الكاس. فما تقلقش خالص، اعتمد على لعيبتك بشكل طبيعي. الخوف الوحيد من الاصلع جوارديولا واللي بيعملوا فينا، غير كده شكليات. كده انا تقريبا يعني رديت على كل التساؤلات، كل الحاجات اللي بتدور في دماغكم انا رديت عليها وناقشتها ووضحتها. متوقع لي حاجه واحده بس في الحلقه دي، وهي مناقشتي لافضل تشكيل للجوله رقم 16. افضل تشكيل من وجهه نظري في حراسه المرمى سانشيز حارس فريق برايتون، اختيار كويس جدا، سعره كويس. برايتون كمان حارس مميز بيعمل تصديات كتير، ويعني حارس لو معاك اعتمد عليه في الجوله رقم 16 بشكل طبيعي جدا. ثلاثي خط الدفاع، صليبا مدافع فريق ارسنال، المدافع رقم 2 تريبيه مدافع فريق نيوكاسل، المدافع رقم 3 كانسيلو مدافع فريق مانشستر سيتي. ده كده بالنسبه لثلاثي خط الدفاع. في خط الوسط هلعب بخمس لاعبين في خط الوسط. اللاعب الاول مارتينيلي لاعب فريق ارسنال، اللاعب رقم 2 الميرون لاعب فريق نيوكاسل، اللاعب رقم 3 زاها لاعب فريق كريستال بالاس، اللاعب رقم 4 احنا قلنا الميرون، قلنا كده معلش، الميرون ومارتينيلي وزاها. اللاعب رقم عندنا رقم 4 هيبقى دي بروين. وفي لو انت عايز تلعب بصلاح مكان دي بروين مفيش اي مشكله، يعني صلاح معاك شغال، دي بروين شغال، كله تمام التمام. اللاعب رقم 5 في خط الوسط من وجهه نظري يعني ممكن تعتمد في الجوله دي على تروسارد. في لو عايز بديل ليه هيبقى جروس، يعني كمان برايتون معاه مواجهه يعني في المتناول على ملعبه امام فريق استون فيلا في الجوله 16، فتروسارد وجروس اختيارات كويسه للجوله دي في التشكيله الاساسيه. وفي اتنين لعيبه في خط الهجوم هما هالاند، وهو ده الكابتن بالنسبه لي في الجوله رقم 16، وهاري كين كمان هو المهاجم الثاني. في اختيارات كويسه جدا بقى هنتكلم عليها، مثلا بالنسبه لحراسه المرمى قلنا سانشيز. في لو عندك بوب اعتمد عليه، عندك برضو اديرسون، عندك اليسون، كل دول حراس كويسين جدا، يعني ماتشاتهم كويسه في الجوله دي ومتوقع انهم يعملوا كلين شيت. بالنسبه للدفاع احنا قلنا 3 في ايفان بريسيتش مدافع فريق توتنهام، برضو اختيار كويس. يعني الاختيارات كويسه جدا، الاختيارات متعدده جدا. طبعا دالوت مش هيكون متاح في الجوله دي. في نص الملعب في طبعا ماديسون اختيار كويس في الجوله دي. في احنا قلنا تروسارد او جروس ممكن تلعب في واحد بواحد فيهم، واللاعب الثاني برضو اختيار كويس بالنسبه لك. في راشفورد في الجوله دي. كل دي اختيارات معاك في الجوله رقم 16. بالنسبه للهجوم عندك احنا قلنا هالاند وقلنا هاري كين، عندك سولانكي مهاجم فريق بورنموث برضو اختيار كويس للجوله دي. معاهم مباراه على ملعبهم سهله نوعا ما امام فريق ايفرتون. كده انا خلصت كل اللي انا كنت عايز اقوله في الحلقه دي. اشوفكم ان شاء الله على خير. خلاص هي الختام قبل بدايه كاس العالم، باذن الله تكون حلقه او تكون جوله موفقه للجميع والكل يعلى بالرانك بتاعه قبل التوقف
وكمان يصعد للدور القادم من الكاس بتاع الفانتسي. اشوفكم على خير. وطبعا قبل ما اختم، قبل اي حاجه، طبعا انا عملت حلقه عن فانتسي كاس العالم، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن عشان لو اي حد عايز يخش يشوف قواعد وقوانين اللعبه بتاعت فانتسي كاس العالم وتسجل ازاي. خش اتفرج على الحلقه، واشوفكم ان شاء الله في حلقات وجولات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.